طيب نخش على التقييمات. محمد عواد 0/10، لأنه النهاردة كان سيء جدا وعمل غلطات وحشة جدا وكارثية. عمر جابر اللي فاقد لأساسيات كرة القدم، وعلى عيني ان انا اقول كده لان انا بحب عمر جابر، لانه راجل زملكاوي زملكاوي زملكاوي، ولكن كفنيا فهو صفر. فان هو النهارده هياخد 0/10. احمد فتوح بسبب غلطة في الهدف الاول خرجته عن تركيزه في الشوط الثاني باكمله، على الرغم ان هو كان كويس في الماتش، او كان كويس قصدي في الشوط الاولاني باستثناء الغلطة. فاحمد فتوح ياخد 3/10. محمود الونش ياخد 2/10. محمد اسماعيل قلت ان هو عنده بعض الهفوات وهتيجي مع الاستمرارية، وكانت الهفوة فعلا في الهدف. الارتقاء بتاعه ما كانش افضل حاجة، وقلت قبل كده في فيديو سابق ان هو في الالتحامات مش افضل حاجة، ودي عايزة مدرب. يا جدعان اللعيب لما يبقى عنده بوادر في بعض الحاجات، في نواقص عنده انت بتكملها له. ما هو مش مثلا زي عمرو نصر، هو لعيب فقد اساس الكوره باكملها، فانا مش هحاول معاه. ولكن في لعيب زي محمد اسماعيل كويس في بعض الامور، لكن في قصور في بعض الحاجات، فانا بحاول مع محمد اسماعيل ياخد 2/10. محمد شحاته كان كويس النهارده باستثناء لقطه الهدف، جرى النهارده عامل التحامات، حاول ياخد 5/10. عبد الله السعيد 0/10. هو عبد الله السعيد خلاص شطب، معرفش ليه اي مدير فني بيجي للزمالك لازم يلعبه. معرفش من مين بتكون التعليمات، هل من المدرب ولا من الاداره اللي بتبقى فرضه رايها على المدرب ان هو يلعب؟ ومعرفش ليه عبد الله السعيد جدد بصراحه. انا ما عنديش اي تعليق. سيف جعفر ما عنديش اقول لك غير ان سيف جعفر ياخد 0/10، لانه فاقد لكل حاجه. نصر ماهر اللي خذلني، نصر ماهر كان ساق النهارده ياخد 0/10. شيكو بنزا ما عندهوش غير محاولتين او انطلاقتين من الجنب اليمين والجنب الشمال، واللي كان المفروض يتعامل بشكل كويس مع الانطلاقه اللي كانت من على الوينج الشمال، كان المفروض يبصيها، او حتى لو هيشوطها في الجول، ولكن هو ما عملش كده. شيكو بنزا ياخد 2/10. عمرو ناصر اللي في لقطه اللي هي المفروض كانت هتحسب تسلل او تحسب التسلل، انت بتعمل ايه؟ جريتك على الشناوي اولا لا تدل على انك لاعب كوره، شوطك لا تدل على انك مهاجم ابدا نهائيا، جريك لا يدل انك اصلا برضه في الضغط، برضه لا يدل على ان انت لاعب كوره.